احنا كنا عملنا فيديو وشفنا فيه ازاي نقدر ان احنا نسجل ونقوم بالتسجيل تحايلا بقى على حظر الشات جي بي تي اي ابلكيشن او ويب سايت في دولنا يعني او في عالمنا العربي وفي مصر تحديدا. طب تعالوا نقدر نشوف نقدر نساله ويرد علينا في ايه بقى، وده يقدر يساعدنا في ايه في عالم الماركتنج والديجيتال ماركتنج والسوشيال ميديا ماركتنج والكونتنت ماركتنج وكل الحاجات اللطيفه دي، حتى في الامتحانات، حتى في الريسيرش، حتى في الابحاث اللي بتتقدم في المدارس والكليات. حتى النهارده بديل عن ان احنا نعمل سيرش على جوجل، نقدر نروح نسال الشات جي بي تي بدل ما نسيرش على جوجل. يلا نشوف ازاي نقدر نستفيد، ازاي نقدر نستفيد بتشات جي بي تي. ندخل كده على تشات جي بي تي بقى على جوجل كروم على الاكونت بتاعنا اللي احنا اطلقناه، ونبتدي نشوف هنعمل ايه. ندخل على تشات جي بي تي. خلاص احنا على chat.openai.com اهوت، وهنيجي نقول له مثلا a new chat. ممكن اساله في ايه بقى هنا في الشات يعني بوكس ده. انا مثلا ممكن اقول له suggest مثلا 5 titles مثلا for an article، عنوان مقال مثلا about skin problems in winter to post مثلا on my website او بلوج، يعني لو المدونة بتاعتي، وبلوج مش فلوج، ونكليك انتر. he is starting to chat with me writing بقى زي ما شايفين كده بالبرومبت ده كده winter skin woes common problems كذا، يبقى مشاكل. the cold truth الحقيقة الباردة عن dry skin، نصائح للحفاظ على من التشققات، من الجفاف إلى التشققات. understanding يعني اداني اللي أنا طالبه. I may كمان ask him to regenerate response. طب نشوف كده لما نقول له regenerate response هيعمل ايه. هيغير شوية يعني almost، طبعا هي يعني الاوتبوتس قريبة بس غير عن اللي كان ايه موجود في ال previous time. يبقى انا كده اقدر مثلا اخليه suggest me بقى ideas، يديني اقتراحات لتايتلز اللي هي الهيدلاينز يعني او العناوين. ممكن مثلا ده ممكن للكونتنت كله. طب ما تيجي نقول له كده new chat، وبعد كده نقول له هنا مثلا write an article. طبعا مش بقول له بقى لا kindly ولا please ولا كده. write an article of مثلا 600 words about مثلا common health problems after مثلا COVID-19 pandemic، ونكليك انتر ونشوف الارتكل. هيبتدي يدينا تدوينه، تدينا فقرات المقال يعني اللي هي الانترودكشن او المقدمه. يعني هيبتدي يدينا باراجرافز، هيبتدي يدخل مثلا بقى ايه في البوينتس بتاعت هاو تو كفر بقى اصلا ايه البروبلمز، الهيلث بروبلمز اللي هي بوست كوفيد يعني، او اللي هي حصلت نتيجه بقى. وبيكتب يكتب 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 يبقى كمان. طيب هل بقى ده الارتكل اللي طالع ده plagiarized؟ يعني هو دلوقتي بقى الجميل، وده ممكن هنتكلم عنه فيديو تاني، ان كمان احنا عارفين لما حد مثلا بيكتب اسي او بيبقى عنده مثلا اوبن بوك اكزام، او بيبقى مثلا الكتاب او مطلوب في الامتحان مثلا ان هو يبقى فيه زي ريسيرش، او مثلا يبقى فيه عندنا زي يعني كيس ستادي وبنرد فيها مثلا بكلام مطول. احيانا الناس بتدخل تعمل زمان يعني كانوا بيغشوا من على الانترنت رسائل برضو ماجستير دكتوراه اطروحات يعني ثيسز الحاجات دي، فكان بيتعمل عليها بلاجريزم تشيك ان نشوف هل هي مقتبسه ولا اوثنتيك اصلي. فهنا هذا الكلام اصلا هو مش كلام اوثنتيك، يعني ده مش انا اللي عامله، يعني هو مش اون باي مي، مش كرييتد كمان باي مي انا ككونتنت كريتور، هو هنا كرييتد بالاي اي. فاللطيف بقى ان في ناس ابتدت اصلا يعني تدخل امتحانات وتحط الاجابات من هنا، فلازم نعمل تشيك على، فابتدى يتعمل تشيك هل الكلام ده جنريتد بالاي اي باللي هو يعني بالشات جي بي تي، بالشات جنريتد بري لودد تكست بهذه التقنيه،
ونعرف بقى الكلام ده اصلي ولا مو اصلي. ففي فيديوهات تانية هنتكلم فيها على الموضوع ده، وكمان الفيديو الجاي هتكلم على البروبلمز اللي ممكن ان هي تكون تواجهنا واحنا بنستخدم الشات جي بي تي. سي يو في فيديوز قادمة. معاكم تامر المغازي. لو عجبكم الفيديو مبسوط جدا ان انتوا تبقوا عندي على القناة. باي باي، سلام عليكم.